حبايبي طلاب الصف الخامس الابتدائي، ايام تيتشر فاطمه سليمان. وحشتوني جدا جدا يا حبايبي ابطال سنه خمسة. ان شاء الله هنبدا النهارده مع بعض في اول حلقه من حلقات المراجعه النهائيه. طبعا اليوتيوب هيصنف الفيديو على انه مخصص للاطفال، فمش هيقدر ان حد فيكم يعمل كومنت. لو حد حابب يسالني على حاجه معينه ممكن يدخل على اي فيديو تاني يكون مش مخصص للاطفال، يقدر يكتب فيه كومنت وانا ان شاء الله هرد عليه. وروني بقى الدعم بتاعكم ليا من خلال ان انت تعملي لايك للفيديو عشان الفيديو ينتشر واليوتيوب ينشره على اكتر نطاق ممكن. يعني دعمك ليا من خلال اللايك، ادعم المحتوى الهادف ان شاء الله. يلا بقى نبتدي على طول. اول حاجه معايا في سلسله المراجعه هي سؤال التشوز. اوكي يلا نبدا كده مع بعض. نمبر 1 بيقول لي Ali spaced to Alexandria with his family last month. احنا كده متعودين مع بعض الحلوين معايا، عارفين ان كل جملة في التشوز ليها key answer، ليها مفتاح اجابة. تعالوا كده نبص في الجملة دي، يا ترى فيها ايه؟ فيها keyword، فيها مفتاح، كلمة دالة على زمن الباست simple، الماضي البسيط اللي هو كلمة last. فاكرين الاغنية معايا بتاعت الماضي البسيط؟ افكركم بيها تاني كده. yesterday و last ago، in سنة فاتت و in the past بتقول لي اختاري ماضي. لو شفت yesterday last ago in ومعايا سنة فاتت خلاص، وكلمة in the past، كل الحاجات دي بتقول لي مفتاح كده، بتقول لي بتاخد ايديا تقول لي اختاري الماضي. يبقى last هنا موجودة بتقول لي اختاري زمن الماضي. طيب الماضي اخره ايه؟ اخره ed او ليه شكل تاني، مش كل الافعال بترضى تاخد ed. طب هنا يا ترى هختار ايه؟ هنا الفعل بتاعي irregular غير منتظم. طيب ايه هو؟ drove. طبعا drove الماضي هنا هو drove. drove. اوكي. نمبر 2 we are going cycling the weekend. يا ترى كلمة weekend بتاخد preposition ايه؟ حرف الجر ايه؟ on the weekend. عارف كده افتكرها بايه؟ حرف الجر on بيجي معاه ايام اسبوع. افتكر كده بقى كلمة ويك اند اللي هي نهاية الاسبوع بتاعك، برضو بتاخد on زي ايام الاسبوع. on the weekend. the space number 3 the space is on the top of the house. ايه اللي بيكون في اعلى البيت؟ اكيد كده وانا مغمضة طبعا roof السطح. number 4 he is a هو ايه؟ he works in a school بيشتغل في مدرسة. طبعا مين؟ teacher مدرس او مدرسة طبعا. number 5 the man who touched the space said that elephant was like a rope. الراجل اللي لمس الفيل وقال ان هو شبه الحبل. يا ترى لمس انهي جزء في جسمه؟ فاكرين القصة بتاعت الفيل لمس ايه؟ اللي قال ان هو شبه الحبل يبقى لمس ايه؟ لمس tail، لمس الديل بتاع الفيل. number 6 the trees give us. الاشجار بتدينا ايه؟ and shade بتدينا الضلة، وبتدينا ايه كمان؟ shelter المأوى. number 7 Amir spaced a calf 2 days ago. ايه ده؟ يلا كده معايا الاغنية بتاعت اول سؤال yesterday و last ago اهي كلمة بقي قالها in سنة فاتت و in the past بتقول لي اختاري ماضي. كلمة ago موجودة بتدل على زمن الماضي، يبقى انا لازم اختار ماضي. طب مين الماضي هنا؟ طبعا had الماضي من had. number 8 space eat in the library. خد بالك هنا، ده بديك هنا امر بس امر منفي، بقول لك ما تاكلش في المكتبة. الامر المنفي don't. برافو، الامر المنفي don't plus infinitive. don't وبعديها المصدر. طب الامر المباشر لو انا هديك بقى امر مثبت، فهقول لك طبعا بيجي فين؟ برضو الفعل بتاعه بيجي فين؟ في المصدر. فعل الامر بيجي في المصدر. والامر المنفي don't وبعديها infinitive طبعا مصدر برضو. number 9 we go to the club. احنا هنروح النادي. Saturdays تعالى كده معايا، هو مفتاح الإجابة Saturdays أيام السبت. حرف الجر on بيجي معاه أيام أسبوع، يبقى طبعا هختار on Saturdays. number 10
please من فضلك. عايزة اديك بقى امر مباشر. the book to the tomorrow. ها ايه بقى هنا امر المباشر؟ الامر بيجي في المصدر return the book. return the book. okay. number 11 should we you up at 7 a.m. تعالى بقى نشوف في قاعدة should. احنا قلنا ما نشوف should بيجي بعديها مصدر. should مصدر يبقى المصدر بتاعي بدون اي اضافة سادة يبقى pick. خد بالك عشان في اولاد عندي بيبقوا متلخبطين، بقول لهم مصدر يجوا يختاروا مثلا يقول لي picking. طب ما حبيبي ما هي الاي ان جي دي اضافة، الاي ان جي دي اضافة والاس دي اضافة، الفعل بدون اي دي اضافة. انا عايزه الفعل ساده وهو اصله كده، الاصل بتاعي ما بيكونش فيه اي اضافات، ما ينفعش يكون فيه اي ان جي ولا اس ولا اي دي ولا اي اضافه. اوكي، يبقى المصدر بتاعي هو pick. number 12 you can take a trip on the river. themes. مين شطور بقى يقول لي؟ كلمة take a trip هاخد رحلة فين؟ في النهر، يبقى ايه؟ boat trip. طبعا رحلة بالقارب. number 13 the man opened the door. تعال نشوف الجملة هنا. افتكر كده معايا لما شرحنا الادفيرب وشرحنا الادجكتيفز الصفات والحال. تعال نحدد الجملة كده. في هنا فعل يبقى الفعل عايز ايه؟ عايز adverb. الفعل فيه فعل موجود، الفعل عايز حال يوصفه. طب الحال اخره ال واي، الحال اخره ال واي. كل الحال اخره ال واي يا تيتشر؟ لا، في حال لما بنيجي نجيب الصفة عشان نحولها لحال ما بترضاش تاخد ال واي، فطبعا احنا هنبقى عارفينهم مع بعض. بس هنا الفعل بتاعي عايز حال، وهنا الحال بتاعي ال واي اللي هي nervously. اوكي، بعد كده number 14 this family lived. الأسرة دي بتعيش after moving to a new apartment. after moving to a new apartment. بعد ما عزلوا لشقة جديدة هيكونوا ايه؟ هيكونوا طبعا عايشين في سعادة. طب تعالى نشوف برضو نحدد كده الفعل بتاعي. في هنا فعل اللي هو lived. طيب الفعل عايز ايه؟ عايز حال يوصفه. طيب الحال اخره ال واي يبقى happily. number 15 he is a great دي عبارة عن ايه سنة 5؟ عبارة عن صفة adjective. الصفة عايزة ايه؟ عايزة اسم. طب لو هنا كان عندي اسم وهنا سبيس هنا نقط يبقى الاسم عايز صفة. خد بالك كده معايا من اللعبة دي. هي اصلا الصفة بتوصف ايه؟ الصفة بتوصف اسم. الصفة بتوصف اسم والصفة بتيجي قبل الاسم. الصفة بتيجي قبل الاسم. فأنا كده معايا لما الاقي هنا اسم يبقى اللي قبله كان adjective، كان صفة. طب أنا هنا لقيت الصفة عايزة اسم توصفه. طب يلا كده بقى معايا. بيقول لي he is a great he swims really fast. هو بيعوم حقا بسرعة، بيعوم فعلا بسرعة قوي. يبقى هو ايه؟ في هنا يعوم يبقى هو footballer طبعا، runner climber ولا swimmer؟ اكيد طبعا swimmer. اوكي، يلا نشوف السؤال اللي بعد كده. number 16 I love the feeling. انا بحب الشعور of green. واخدينها of green ايه under my feet؟ green grass. بحب شعوري بان انا واقفة على عشب اخضر تحت قدمي. I should because I made a mistake. انا ارتكبت غلطة، عملت خطأ. يبقى المفروض اعمل ايه؟ apologize. اعتذر طبعا. I should apologize. number 18 that plant has flowers and lots of green. النبات ده عنده ورد وكمان عنده فيه ايه؟ green leaves، اوراق خضراء. green leaves. number 19 it was the most. طبعا the most دي هنا عايزة صفة. the most ده أفضلية صفة طويلة. the most صفة طويلة. طب ايه الصفة اللي هنا عندي؟ فاكرين برضو لما قعدنا نقول الصفة آخرها full يا full يبقى wonderful.
wonderful. The most wonderful bird I saw on the trail. Number 20. Last year we space travel to Africa. last بتقولي اختاري ماضي. yesterday و last ago in سنة فاتت و in the past بتقولي اختاري ماضي. طيب يا حلوين، الماضي اخره الماضي اخره ايدي او غير منتظم. طب هنا بقى ولا ايدي ولا حاجة تيتشر، ده غير منتظم اللي هو ايه بقى؟ طبعا هنا بيقول لي last ماضي يبقى هختار could. we could travel to Africa. Number 21. I have a new for our project. هنا new، تعالى يلا اللي انا لسه قايلها معاك ورا. new دي ايه؟ صفة. الصفة عايزة اسم، يبقى ايه هنا الاسم بتاعي؟ thought. a new thought for our project. Number 22. I visited some. أنا زرت بعض ايه places with my family. It's really cool. حقا رائعة. بص بقى اللي محدد معايا بيقول انها رائعة، يبقى انا زرت اماكن ايه؟ awful فظيعة ولا boring مملة ولا bad ولا brilliant؟ اكيد طبعا رائعة brilliant. Number 23. do you want ايه البروبوزيشن اللي بيجي بعد want وبعد كده بيجي هنا مصدر get a milkshake؟ طبعا want to. Number 24. تمام كده الصورة واضحة. يلا معايا كده. Number 24. the children الأطفال their mother at home yesterday بتقولي اختاري ماضي. الماضي آخره ايدي يبقى helped. 25. we can see a great view. شايفة منظر رائع from our balcony من البلكونة. 26. some famous space in Egypt are Cairo, Alexandria, هرجادة. اللي هي الغردقة. ايه بقى؟ انا بشوف بعض الايه، اكيد طبعا cities الاماكن المشهورة المدن المشهورة في مصر هي القاهرة والاسكندرية والغردقة. 27. رقم 27. Laura's birthday is December 4th. الرابع من ديسمبر. خد بالك كده الشهور نفسها اللي هي January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. الشهور نفسها كده وهي سادة بتاخد in. طب هنا جاية تاريخ محدد، في شايف كده التاريخ اللي جنبه يقولك الرابع من ديسمبر، في تاريخ محدد جنب الشهر يبقى هتاخد on December 4th. 28. how about وانا مغمضة. قاعدة how about دي خدناها قبل كده. how about verb plus ing يبقى going. his grandma to Aswan last year. تعالى للمفتاح last بتقولي اختاري ماضي. مين الماضي؟ went طبعا. went الماضي من went. tourists always stay in. السائحين دايما بيقعدوا فين؟ لما بيجوا في اي بلد بيزوروها بيقعدوا فين؟ hotels في الفنادق طبعا. 31. the flight landed 4 o'clock. الساعة بتيجي معاها ايه؟ الساعة والوقت المحدد بيجي معاها at 4 o'clock. my friend sings. هنا معايا بص كده في فعل الفعل عايز حال والحال اخره واي. الحال اخره واي دي القاعدة العامة، لكن في حال ما بيكونش اخره واي. اوكي يبقى هنا هختار مين؟ badly طبعا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، استنوني في الفيديو الجاي. يلا بقى وروني الدعم والتشجيع، لايك وشير على قد ما تقدر، ولو عايز تكتب لي كومنت يفرحني في اي فيديو تاني، لان الفيديو ده هيكون مقفول عليه الكومنت، مش تقدر تعلق عليه لانه هيبقى مخصص للاطفال. تقدر تدخل تعلق لي في اي فيديو تاني، هبقى سعيدة جدا. متنسوش بقى يلا لايك وشير على قد ما تقدر، ادعم المحتوى الهادف. اشوفكم على خير يا حبايبي يا سنة 5. جود باي.